الجماعه الحريم بتوعنا، الجماعه النسوان بتوعنا اللي قاعدين عمالين ياكلوا ويتخانوا لما بقى كل واحده قد الشليته كده، كل واحده وزنها 2 طن، وتقول لك ده جوزي ما بيجيبليش اكل، ده البيت ناقص مش عارف ايه. يخرب بيتك، ده انت واكله فرختين النهارده. قومي اشتغلي. لا، ولو بتشتغل موظفه بقى تلاقيها ماشيه تعافر، وبسم الله ما شاء الله تخينه قوي وماشيه تعافر، وعلى ما توصل الشغل اول ما توصل تقوم قاعده على الكرسي. اول ما تقعد على الكرسي تقول هوا هوا يا ولاد. تمام. طب بعد كده تعمل ايه؟ تمضي ورقتين، وبعدين تقوم فاتحه الشنطه ومطلعه شويه كوسه وشويه بسله، واخد بالك، وتقعد تنظف بقى. عشان هي قضيه، هي بتفكر في ايه؟ بتفكر في الاكل. هتروح تاكل ايه؟ كل تفكيرها في الاكل. لا، وكل تفكيرها جوزها عشان ما يفرجش عليها الدنيا، ويقول لها سبتك تستوظفي يا اختي، وفي الاخر جاي ما مش لاقي اكل اكله وبتاع، فتلحق تعمل تجهز الاكل فين؟ في الشغل، علشان ترجع ايه؟ ترميهم على النار وتشوحهم على ما الراجل يجي ياكل اللقمه هو والعيال، وتقول